السلام عليكم يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده بفيديو جديد، جايلكم بقى بصينيه سمك مكاريل. بصوا خطيره، يعني هتاكلوا صوابعكم وراها. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض النهارده الغدا بتاعنا صينيه السمك التحفه دي. وعايزه اقول لكم بقى جوزي بيعشق صينيه السمك دي من ايديا، يعني بيطلبها مني كده يعني على طول بيطلبها مني كده بالاسم بجد. ان شاء الله برضو انتوا لو جربتوها هتعجبكم، وجربوها بنفس الطريقه دي وانا متاكده انها هتعجبكم. وعايزه اقول لكم بقى ما بتاخدش وقت خالص وفي ثواني، ويعني غيرنا كده الطريقه التقليديه اللي احنا بنعمل بيها على طول صينيه السمك، فعملتها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم زي ما هي عجبتنا كده بالظبط. اول حاجه طبعا مجهزه الخضار بتاعي ومجهزه السمك بتاعي ومنضفاه كويس جدا زي ما انتم شايفين، قلبه ابيض اهو فل ما فيش في اي حاجه. ونقعته شويه بشويه ملح كده، طبعا ما نحطش خل واحنا بننقع السمك عشان السمك ما يتهريش. وجهزت بقى الخضار بتاعي جنبي، واول حاجه هبدا بتتبيله السمك زي ما انتم شايفين. معايا شويه من التوم وشويه من هريسه الشطه زي ما انتم شايفين معايا كده. هحط عليهم بقى معلقتين خل، واعصر عليهم بقى عصره ليمونه. وهبدا اتبل بقى التتبيله بتاعتي دي، املحها، احط لها بقى ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وبهارات سمك. اطعمها كده عشان هي ديت اللي هتطعم لي السمك بتاعي. زي ما انتم شايفين كده هضرب بقى الميكس ده كله كده في بعضه زي ما انتم هتشوفوا معايا دلوقتي. شويه فلفل اسود مش كتير، بس بقى نكتر في الكمون والكزبره عشان دول يعني بيخلوا السمك في حته تانية. كمون اهو زي ما انتم شايفين. هضرب بقى كده ميكس كله مع بعضه، وهبدا بقى اتبل بقى قلب السمكيه كده من جوه علشان تشرب من التتبيله بتاعتي. طبعا لو عندكم وقت ممكن تسيبوها يعني ساعة ساعتين كده في التلاجة وهي متبلة، علشان اللحم بتاع السمك كله ياخد ويتشرب من التتبيلة. بس انا كنت مستعجلة فانا على طول يعني تبلتها وعلى طول استعملتها، يعني ايه ما ركنتهاش في التلاجة ولا حاجة. معايا سمكتين، السمكتين دول كيلو، وعلى فكرة الكيلو 150 جنيه يعني لمعلوماتكم يعني. معايا بقى الخضار بتاعي، معايا بقى جزر مبشور، ومعايا طماطم متقطعه صغير، ومعايا فلفل متقطع صغير. طبعا كل الخضار بقى اللي عندك اللي انت يعني ايه بتحبيه في صينيه السمك جوه مطلعيه. الجزر بيسكر كده الحاجه وبيخلي طعم الخضار حلو. وكمان جبت بصلتين زي ما انتم شايفين كده، لا مش بصلتين، هما 3 4 يعني. قطعتهم كده شرايح زي ما انتم شايفين، عشان اقلب بقى الخضار بتاعي ده كله كده ببعضه. والخضار بقى بتاعي ده هينزل ميه وهيسوي لي السمك، وهيخلي صينيه السمك بصوا خطيره. نكتر بقى بصل عشان هي الاكله دي يعني او الطريقه ديت معتمده على البصل الكتير، والجزر برضو اساسي فيها وكده. هنزل بقى في الطبق بتاعي عشان احط عليكم بقى كل الخضار. عايزه بقى تحطي فلفل حامي او فلفل بارد على حسب ما انت عايزه. انا حطيت فلفل بارد عشان هحط هريسه شطه، فعشان ما تبقاش يعني مش هتشطه قوي كده. معايا بقى بطاطسيتين كده حجم متوسط او حبايتين من البطاطس، يعني قطعتهم كده شرايح برضو رفيعه علشان السمك ما بياخدش تسويه كتير، فعلى ما بال ما السمك يستوي تكون البطاطس استوت. دي بصلايه كنت ناسياها فرجعت تاني قطعتها. عايزه اقول لكم ان طعم الخضار اصلا بيبقى كمان يعني بصي يتاكل كده بالعيش او يتاكل بقى بالرز كده، يعني ايه تحسوا ان هو طعمه فظيع، يمكن احسن من طعم السمك اصلا يعني. مش هتسيبه ولا حته خضار هتترمي من صينيه السمك بالخضار دي. هعصر بقى ليمونه، وكان معايا بقى معلقه من التتبيله اللي انا كنت متبله بيها السمك، حطيتها كمان اللي هي هرسه الشطه بالتوابل والثوم وكده. وهرجع بقى اتبل الخضار علشان كل يعني يبقى في الاخر الطعم كله واحد، ما يبقاش السمك متطعم كده واخد من التتبيله ولا الخضار ملوش طعم. ادي بقى تقليبه وادعك بقى الخضار كده بايديا. دي خطوه مهمه جدا عشان اتاكد ان البصل بقى اتفكك من بعضه كده والبطاطس والحاجات دي. كل الخضار خد من التتبيله اللي انا عملتها. طبعا عايزه تلبسي جلافز البسي، بس انا ما كانش موجود عندي، وغير كده انا ايديا انضف من الجلافز اصلا يعني. فانا ما بحبش اصلا اشتغل بجوانتي او اي حاجه. بتبقى الصينيه بتاعتي حطيت فيها شويه زيت، ونزلت فيها بقى بميكس الخضار ده. شايفين اصلا لونه عامل ازاي، وريحته بقى بعد ما حطيت عليه التوابل دي ريحته كانت خطيره اصلا. هجيب بقى السمك بتاعي واقطعه بقى التقطيع اللي انا عايزاها. انا هقطعه بقى شرايح كده، مش هقطعه يعني قطعتين او ثلاثه، لا انا هقطعه بقى شرايح كده عشان ارصه بقى في الصينيه بتاعتي ويتبل بقى من طعم الخضار ده. وبصوا هيبقى جميل.
هحطهم بقى كده في الصينيه شايفين، وهقطع السمكية التانية برضو بنفس الطريقة. هبدأ بقى اظبطهم كده في الصينية، شايفين بقى شكلهم عامل ازاي. معايا بقى بطاطسية تانية، انا كنت قطعت واحدة بس في التتبيلة الاولانية ديت، ومعايا البطاطسية التانية ديت هقطعها كده شرايح، وبين كل قطعة سمك والتانية هحط شريحة بطاطس كده زي ما انتوا شايفين، علشان برضو يبقى الشكل حلو وفي الاخر برضو هي هتستوي لان عاملاها شرايح رفيعة خالص. شوية زيت بقى وهدخلها بقى على الفرن، هحطها في الرف اللي في الوسط او في الرف اللي في النص على نار عالية كده، علشان الخضار بقى ينزل المية بتاعته والبخار كده. وبعد بقى ما الاقيها استوت معايا من تحت والخضار استوى معايا، هروح بقى رافعاها على الرف اللي هو بتاع الشوايه، اسيبها بقى تحت الشوايه كده شويه لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. يعني مش هتاخد وقت كتير في الفرن، يعني تقريبا تلت ساعه على الفرن من تحت، و10 دقايق بس عشان تاخد اللون التحفه ده تحت الشوايه. وهنا بقى صينيه السمك بتاعتي خلصت، شايفين بقى، بصوا خطيره بجد. شايفين بقى شكلها عامل ازاي، وطعمها كمان احلى بكتير كمان، ولا ريحتها بقى يعني ريحتها بصوا كانت قلبة العمارة والله. ده بقى شكلها. بتمنى بقى تجربوها بنفس الطريقة وان شاء الله هتعجبكم ومش هتندموا بجد. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. انا عملت معاها بقى رز ابيض، تقدري بقى تعملي انت معاها رز ممكن حبايه وحبايه او رز ابيض على حسب ما انت عايزه، بس انا عندي ولادي يعني اي حاجه فيها صلصه كده بيفضلوا فيها الرز الابيض عن اي رز تاني. هنا بقى هغرف بقى منها كده في الطبق عشان تشوفوا شكلها بجد تحفه، وما خدتش وقت يعني تحضيرها، ما خدش وقت خالص معايا. 10 دقايق كنت محضراها، وخدت شويه في الفرن عبال ما انا كنت سويت الرز، وفي ثانيه عملت احلى غدا. شايفين بقى شكلها عامل ازاي، والصوص بقى بتاع الخضار ده بصوا خطير، يعني ده خطير خطير بجد. وكمان سهله وسريعه ان احنا نعملها في رمضان، مش هتاخد مننا وقت ولا هنضطر ان احنا نقف كتير في المطبخ. في ثواني. احنا عارفين اي اكل اصلا فيها سمك ما بتاخدش مننا وقت كتير، وتحضيرها بيكون سهل جدا. شايفين بقى السمك مستوي ازاي، والخضار بقى بصوا دايب خالص، والبطاطس بقى طعمها جميل، ولا مزفره ولا اي حاجه من السمك. جربوها. انا كنت برضو قبل كده كنت بقول استحاله اعمل بطاطس مع السمك، البطاطس تبقى زفره، بس لا، لما جربت لا، البطاطس طعمها اصلا تحفه. والسمك اهو مستوي والخضار معايا دايب، وبس كده. ده كان غدانا، ودي كانت صينيه السمك بتاعتي. جربوها بنفس الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو، وشوفوا وشكم بخير، ومع السلامه.